اهلا بكم يا شباب، اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. النهارده هنتكلم عن اهلا بكم يا شباب، اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. النهارده هنتكلم عن توبيك جميل وحاجه جديده. هي مش جديده، هي موجوده قبل كده، بس يعني انا لما جيت استخدمها دلوقتي لقيتها انها اداه مفيده جدا جدا. فتعالى مع بعض نشوف ازاي هنقدر نستخدم الاداه دي. الاداه هي ان احنا هنستخدم السكريبتات اللي موجوده. فالنهارده هنستخدم السكريبت بتاع اكس واي زي بلوت. اوكي، فهنستخدمه وهنشوف هنقدر نستفيد بيه بايه، لان هو طلع مفيد جدا. يلا بينا. بص يا سيدي، الموضوع سهل وبسيط جدا. الفكره كلها ان احنا معانا اداه، بدل ما انت بتقعد تجرب وتقعد تعيد وتعمل مثلا الاداه الفلانيه تجربها على رقم 3.5 وتجربها على 3 وتقعد تعمل جنريت وكده، انت عمال بتضيع وقت. فانت عايز حاجه تعمل لك الحوار ده كله. تخش تقوم جاي كاتب لها انا عايز مثلا تطلع لي 6 7 صور بالستايلات المختلفه الفلانيه بالحاجه الفلانيه، وهبقى اروح اتغدى وارجع الاقي الصور كلها جاهزه جنب بعض. ايه اللي انا بقوله ده ومعناه ايه؟ بص يا سيدي، دلوقتي انت عندك هنا اكس واي زي. لو حد عارف في الرسومات البيانيه، فانت بيبقى عندك العنصر اكس والعنصر واي والعنصر زي. وبتستخدم مثلا لو احنا قلنا هنستخدم القيمه اكس بواحد واثنين وثلاثه، والقيمه واي بواحد واثنين وثلاثه. خلينا في القيمه ايه اكس وواي دلوقتي عشان ما نلخبطش نفسنا. فبالتالي لو انا عايز اعمل رسم او اعمل جدول احصائي، فانا هستخدم اكس مع واي. فبالتالي هيبقى الواحد اتنين تلاتة، هنستخدم واحد مع واحد، اتنين مع واحد، تلاتة مع واحد. فاهم قصدي؟ بعد كده اتنين مع اتنين، اتنين مع تلاتة، وهكذا وهكذا لحد ما نعمل كل الاحتمالات، ويبقى احنا كده استخدمناهم كل الاحتمالات مع بعض. طب الكلام ده في العملي بيبقى شكله عامل ازاي؟ بص يا سيدي، دي كده بيقول لك كل الاوبشنات اللي موجودة عندك في ستيبل، في ستيبل ديفيوجن وفورج بالاخص. الاداتين اللي احنا هنستخدمهم النهارده وهم المهمين، البرومبت اس ار والسي اف جي سكيل، او دول اللي انا بستخدمهم حاليا، لان هم دول ايه اللي انا بستخدمهم في شغلي. تقدر حرفيا تستخدم اي حاجه موجوده هنا. طيب تعالى نبدا الاول بان احنا نستخدم البرومبت اس ار. فهندوس على كلمه برومبت اس ار. طيب يا سيدي، البرومبت اس ار ده هنعمل ايه؟ نستخدمه مرتين. احنا عايزين القيمه اس طبعا تقدر تستخدم اكس بس، وتقوم جاي حاطط شويه فاليو هنا ويبدا هو يعمل لك جنريت ليهم. بس على لاجل ان احنا نستخدم الاداه دي باحسن يعني بطريقه كويسه وبافضل استخدام، هنستخدم البرومبت دوت، وهنستخدم البرومبت، هنستخدم اكس وهنستخدم واي. تمام. بص يا سيدي، تعال نخلي ده راندوم زي ما كنا عاملينه. هنخلي الستايل هنا 3 دي موديل. وجينا هنا انا قلت ايه؟ كلمه اوف دي، لان انا هنا وانا بختار في اس دي اكس ال ستايل هو بيفورس برومت. فلما هو بيفورس البرومت اللي هو انا بكتبه دوت، فبالتالي انا عايز اعمل ايه؟ عايز اخلي اس دي اكس ال ستايل اللي موجود مثلا ايه 3 دي موديل. انا زي ما احنا عاملينه هنا 3 دي موديل، فهو بيقوم جاي كاتب لي ايه 3 دي موديل، وبعد كده ما بيقولش حاجه، بيجيب البرومت. فانت لو يعني كجرامر لو انت قلت 3 دي موديل ذا لتر ايه، فدي مش حاجه ايه كويسه. فانا حطيت اوف، فبالتالي هتبقى a 3D model of the letter A in red color as a balloon shape on a white background. ده كده البرومت بتاعنا. طب انا هستفاد ايه بقى من البرومت دوت، واقدر استخدم اكس واي وزي ازاي؟ احنا دلوقتي بنستخدم الاوبشن بتاع برومت اس وار. يعني ايه؟ هو دلوقتي في اس وار لو انت وقفت عليه كده قال لك انك انت لو انت عندك كلمه معينه موجوده في البرومت عايزنا نشيلها ونحط مكانها كلمات تانية، قول لنا في اول واحده هنا الكلمه اللي انت عايزها. فمثلا انا جيت هنا انا عايز الحرف ايه دوت، لا انا عايز 3 حروف كمان. انا عايز A احط كوما، B احط كوما، وسي. حلو. وبعد كده عندنا فوق هنا الكلمه بتاعه ريد. حلو. فانا عندي ريد هنا، عايز برضو اغيرها فخليه القيمه هنا ريد وهنحط كوما. عايزين كمان تبقى بلو نحط الكوما، وعايزينها كمان تبقى مثلا purple سبيس عشان ما يقعدش يقول لنا. طيب بص بقى كده، احنا حطينا A B C وحطينا ريد بلو وبيربل. لو انا على الكلام اللي انا شرحته، فاللي هيحصل كالتالي: هيعمل لك الكلمه A ريد بلو بيربل، هيعمل لك الكلمه B ريد بلو بيربل، وهكذا C ريد بلو بيربل.
وهيعمل لك A وB وC وكلهم هيبقوا بنفس الستايل وبنفس الشكل لو انا عايز استخدمهم ككونسيستنت ديزاين element مثلا. يلا بينا ندوس جنريت ونشوف ايه اللي هيحصل معانا. طيب يا شباب، زي ما انتم شايفين بعد ما الجنريت زي هو ده بقى اللي انا كنت عايز اقول لكم عليه. بص، جاب لك الاي بي سي الحروف بتاعتنا ريد بلو بيربل، فبقى عندك الاي بالثلاث الوان، البي بالثلاث الوان، السي بالثلاث الوان، وما احتاجتش انك انت تكتب اي حاجه، وجابهم الى حد ما كلهم نفس الستايل، تقدر تستخدمهم في الشغل بتاعك. فاداه ليها بوتنشالز كبيره قوي، يعني تقدر تعمل بيها حاجات فظيعه. لو انت ديزاينر وحد بيتفرج على الفيديو هيقدر يتخيل فعلا انه يقدر يعمل بيها حاجات كتيره جدا. طبعا مش لازم تكتب اي بي سي، مش لازم ريد بلو بيربل، تقدر تعمل اي حاجه في الدنيا. تقدر تكتب مثلا شخصيات معينه، او تقدر تخلي شخص واحد وتحطه بلبس مختلف، طاقيه مش عارف ايه. تقدر تحط مثلا بني ادم معين باكسبريشن مختلفه، ساد، انجري، سعيد، حزين. تقدر تعمل حاجات كتيره جدا 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 بالاداه دي. طيب دي كده بالنسبه للاداه الجزء الخاص بالبرومبت. طب الجزء الخاص بالسي اف جي نقدر نستفيد بيه ايه؟ وفي نقطه كمان هنعملها بالبرومبت قبل السي اف جي. بس فمثلا احنا قلنا واحد هياخد سيلفي في العصر دوت، ودخلت في اللورا وقمت جاي مختار اللورا بتاعتي مثلا، وجيت قلت له شايف دلوقتي اللورا بتاعتي على واحد اللي هو الويت زي ما اتكلمنا في الفيديو. انا عايز صورتي تطلع شكلها او تطلع بقوه قد ايه في البرومبت اللي احنا بنستخدمه. فهي دلوقتي على واحد. تعال نشوف طيب نقدر نعمل ايه طيب في الحوار ده. نقدر يا سيدي ننزل تحت كده. تعال ناخد الكلمه بتاعت شريف ونواي ديت حاليا. اولا مش عايزينها بنبدا من واحد، دايما بنبدا من 1.5 وهنبدا ونطلع من هنا. طيب هناخد الكلمه دي. واحد مش هيطلع حد شبهي تماما، فيعني ملاش لازمه ان احنا اوريدي نجرب حاجه زي كده. فاهم قصدي؟ طيب ننزل تحت. احنا مش عايزين بقى ده، احنا عايزين هو واحد بس اللي هو هيبقى الاكس. وقام جاي قايل له ايه، خلاص احنا مش عايزين ده في حاجه. بص يا سيدي، هو انا جاي قايل له عايز استخدم اللوره دي مره. تعال نقول له مره 2 3. تمام. واحده 1.5، واحده 1 و7 5 مثلا، 1 2. وابدأ رندر لي وشوف لي كده انهي واحدة فيهم هتطلع افضلهم شكلا. طيب بص يا سيدي، لما احنا جينا نعمل كده قال لك ان اللورا اللي انت موجودة ديت غلط، لان احنا نسينا حاجة مهمة قوي، نسينا نحط كوما ما بين اللورا. فهو كويس ان هو بيديك الايرور، فانت بتبقى عارف المشكلة فين، فبتقدر ايه بكل سهوله تحلها. تعالى نطلع بقى وندوس جنريت تاني. فبالتالي الصور بتاعتنا خلصت اهي. هتبص على الصور هنا هتلاقي ان مثلا ديت هنا عند 1.5، دي عند 1.75، ودي عند 2. هنبص على الصوره هنا، لا دي مش احسن حاجه، مش احسن حاجه. هنلاقي فعلا ان عند 1.5 هي افضل صوره. فهنا هي دي الفكره، انك انت بدل ما تقعد تجرب وتعمل كده، انت بتدي له القيم وهو يبدا يعمل لها جنريت، ويبدا وكمان بيحطهم لك في مقارنه زي ما انت شايف علشان يسهل انت عليك الدنيا ويخلي شغلك اسهل. طيب دي كده بالنسبه للنقطه دي. النقطه دي مهمه جدا جدا جدا، تقدر تتخيل لها برضو حاجات كتير قوي تقدر تعملها. طيب الحاجه بقى المهمه جدا اللي بعد المختلفه عن الحوار دوت، لو انا مثلا جيت يا سيدي كتبت انا عايز صوره ليا، زي ما انت شفت الصوره اللي على الفيسبوك تعتبر كانت رياليستيك جدا 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 ليا، لدرجه ان البرامج اللي بتديتكت الاي اي ما قدرتش تشوف ان الصوره دي اي اي اصلا. عشان اقدر اوصل لريزولت زي دي انا بستخدم السي اف جي سكيل. وفي الاول خالص كنت بقعد اجرب 1 2 واقعد اشد العداد يمين وشمال لحد ما لقيت التول ديت. فالتول دي كويسه جدا 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 تقدر تساعدني. فتخيل مثلا انا جاي كده ايه. طيب فاحنا قلنا مان لابس بلاك شيرت وتحته تيشيرت، يعني واحد لابس تيشيرت قميص اسود وتحته تيشيرت ابيض ولابس نظاره. طيب وجينا هنا قلنا السي اف جي هيبدا من 3.5، لا احنا هنبدا السي اف جي من 2. حلو. وهننزل تحت هنا. طبعا انا عايز هنا دي تبقى فوتوغرافيك ماشي، مش عايزها سينماتيك. هننزل يا سيدي تحت وهنيجي هنا بدل ما احنا كاتبين طبعا البرومبتس دي، وبدل ما احنا مختارين برومبت اس ار هنختار ايه سي اف جي سكيل.
بعد ما تختاري السي اف جي سكيل، احنا اول سي اف جي بنستخدمه الاثنين. حلو. وهنستخدم الاثنين ونص، نستخدم 3، وهنستخدم 3 ونص. كده دي الفاليو اللي احنا هنستخدمه، 2 ونص، 3 ونص، ونشوف مين فيهم هيطلع رياليستيك اكتر وهيطلع. طيب بصوا يا شباب، احنا اخترنا ديستيلد سي اف جي سكيل، مش هنختار سي اف جي سكيل، دي انا اتلخبطت فيها، سوري. وبكده احنا خلص معانا السي اف جي سكيل. تعال نبص بصه كده، هتلاقي مثلا في الجزء بتاع رقم 2 لو انا عملت زوم ان، هتلاقي ان الصوره الديتيلز اللي فيها مش قد كده، في نويز وفي حاجات. تيجي عند 2 ونص، الديتيلز بدات تظبط شويه. انا مش عايز ابقى قريب من الاي اي. جينا هنا لقينا الديتيلز ظبطت شويه اكتر كمان، بس بدات تبقى بلاستيك، يعني بدات الجزء ده لو انت شايف كده هتلاقي الاضاءه. بعد كده قمنا جايين واصلين للتلاتة ونص، لقينا الدنيا مظبوطه وكل حاجه، بس مثلا ايه اللايت بقى شارب، فانا اقدر ايه اختار ما بين كل جزء ونشوف انهي الصوره المناسبه. فانا كده 2 عندي اتكنسل، والريزولتس الكويسه جايه ما بين 3 و3 ونص. يبقى انا عرفت ان 3 ونص و3 هي دي العدادات اللي انا هشتغل عليها مستقبليا. فهمت الفكره؟ فانت بدل ما انت بتقعد تتويك وتغير وكده، انت كل اللي انت بتعمله بتنزل تقول له تحت عايز اغير الحاجه الفلانيه دي، وهو يبدا يظبطها لك زي ما انت عايز. كده ديت اداه مهمه جدا تقدر تستخدمها. كده الحلقه بتاعتنا النهارده خلصت، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. خلاص احنا كده فاضل لنا 150 على ال1000، ان شاء الله نوصل لهم في الكام فيديو اللي جايين دول. اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير ودمتم سالمين.